النهارده هقدم نصيحة سريعة لمرضى السكر. المفروض إننا بنتابع السكر التراكمي بتحليل هيموجلوبين A1C كل 3 شهور، بس خد بالك إن لو عندك أنيميا النتيجة مش هتطلع مظبوطة، لأن التحليل ده بيقيس كمية الهيموجلوبين اللي بترتبط بسكر الدم. فلو عندك أنيميا والهيموجلوبين قليل يبقى النتيجة مش هتطلع مظبوطة. وتخلي بالك كمان لو انت ملتزم في أول شهرين وجيت تالت شهر لخبطت، السكر هيبقى عالي، فنتيجة تحليل ال A1C برضو هتطلع مش مظبوطة، لأن أهم شهر في النتيجة النهائية هو نتيجة آخر شهر. فتهتم إن سكر الدم يكون مظبوط عشان ما يأثرش على النتيجة النهائية. وكمان لو انت حامل فبرضو ناخد في الاعتبار إن الهيموجلوبين بيكون قليل في فترة الحمل، السكر التراكمي بيكون أقل من الطبيعي، فأول 6 شهور بيكون أقل من 5.4، والثلاث شهور الأخيرة المفروض يكون أقل من 5.7. لو استفدت من المعلومة بليز لايك وشير، ولو عندكم أسئلة اكتبولي في التعليقات. مع ABC تغذية، تعلم تغذية تكسب صحتك.